مشاهدي قنوات بين سبورتس، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع قائد المنتخب المغربي للاعبين المحليين ونادي الجيش الملكي محمد ربيع حريمات. ربيع، شكرا لك على قبول الدعوه ومرحبا بك. شكرا سي مهدي وشكرا لكم على الاستضافه ومرحبا بكم. نبارك لك اولا لقب الشان مع اسود الاطلس، تتويج مستحق للمجموعه ككل واداء فردي متميز من ربيع بشهاده الجماهير المغربيه. هل كنت تتوقع ان تنهي المسابقه برفع الكاس ونيل جائزه افضل لاعب في البطوله؟ وتابعنا كيف اثنى عليك رئيس الفيفا عند استلامك الجائزه. كيف ما كيعرف الجميع ان الكره المغربيه يعني تطورات في السنوات الاخيره. يعني حرزنا على الشان، يعني البلد ديالنا حرز على الشان جوج ديال المرات، يعني كان خاصنا نجيبوا الثالثه. يعني لوبجيكتيف اللي حنا كنا مشينا عليه يعني درناه الحمد لله. يعني كان واحد المجهود كبير من جميع من لا ستاف لا لاعبين لا كل شيء، يعني كنا غاديين باش نجيبوا اللقب والحمد لله داكشي اللي تاتى لينا. واللقب ديال احسن لاعب يعني ما نكذبش عليك، يعني ما كانش عندي من لي زوبجيكتيف اللي كنت غادي على وديتو للشان. كنا غاديين لوبجيكتيف الاولاني هو كان خاصنا كمجموعه نرجعوا حنا معنا الكاس باش نشرفوا الرايه المغربيه ونهديو الكاس للشعب المغربي ولسيدنا الله ينصرو. يعني ماتش بار ماتش ملي كتكون واحد لا بريستاسيون اللي هي مزيانه الحمد لله بالمجهود ديالي ومجهود ديال الاصدقاء ديالي وبلو ستاف يعني ديت احسن لاعب، وهذا بالنسبه لي شرف وتكريم المجهودات اللي كنت كنقدم من شحال هادي، وكانت فيها واحد شويه من الانصاف لا كارير ديالي. وشرف كبير انك تستلم الجائزه من عند رئيس الفيفا ورئيس الرئيس ديال لاكاف والسي فوزي القجاع. والحمد لله يعني ما غيزيدك هذا الشيء الا واحد لا موتيفاسيون باش تزيد تقدم مستويات كبيره لا مع المنتخبات الوطنيه لا مع فريق ديالي فريق الجيش الملكي. ما الذي ميز هذا المنتخب بقيادة المدرب طارق السكتيوي الذي كان أمام حتمية تشكيل أفضل مجموعة ممكنة في ظرف قياسي أعتقد في أقل من 48 ساعة؟ وكيف وصلتم إلى ذلك المستوى من الانسجام والتناغم داخل الميدان وخارجه؟ باش دير جروب في الكرة صعيب، باش تكون فرقة، ولكن باش دير جروب يكون سودي، جروب فيه ولاد الناس، فيه بزاف د الحوايج في الكره، يعني صعيب، خاصك واحد المزيج. يعني سي طارق مشكور على الخدمه اللي دار باش في 48 ساعه توجد فرقه. يعني حنا اللي تميزنا به هو كيف ما كان كيشوف الجماعه هو اننا كنا كنبانوا كمجموعه. يعني حتى حنا ملي كنساليو كان كيعجبنا الحال، يعني حتى فاش كنا في لوطيل، فاش كنا في لي شومبر، فاش كنا في لي زونطرينمون كنا كنستمتعوا حنا مجموعين. يعني هذه هي كانت نقطه القوه عندنا، كنا حنا كنشوفوا بعضياتنا، وكنظن ان حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كلشي كان كيشوفوا. يعني كاين هذوك الاخوه، وهذا ميساج من هنا. يعني انا كنتمنى لو كان كاع الجماهير تكون واحد الاخوه، كتكون واحد النديه، ولكن كتكون في الملعب. اون فوا كيخرج من الملعب كنوليو بحال الخوت، ونوليو حنا راه مغاربه وكنمثلوا رايه وحده. كنظن اننا حنا عطينا واحد ليكزومبل في التيران اور تيران. كنتمنى انه يكون وصل لجميع الجماهير المغربيه، تكون واحد الاخوه، ويكون واحد الاخوه، واحد الاحترام. يعني كتبقى هي كره القدم، هي فان كونت هي كره القدم، يكون واحد التنافس اللي زوين في وسط التيران. الأكيد أن هذا التتويج رفع من معنوياتكم كلاعبين وفتح شهية الفوز بالألقاب. التحقتم بأنديتكم وأنت عدت لقيادة الجيش الملكي في موسم جديد ينافس فيه على عدة واجهات. كيف ترى حظوظ الفريق هذا الموسم، وما مدى تماسك المجموعة الحالية بأسمائها الجديدة والقديمة؟ وبطبيعة الحال شوف، ملي كتحمل قميص فريق الجيش الملكي، يعني اون فوا كتدخل مع الباب ديال السونتر كتولي عندك مهمه واحده، هي انك غتنافس على جميع الالقاب. يعني فريق الجيش الملكي فريق كبير، فريق ماشي ديال انك تتنشط ولا كتجي تزاول كرة القدم، كتجي باش دير الالقاب. كيف ما كيعرف الجميع ان فريق الجيش الملكي دار انتدابات قويه، جاب عزز مراكز الخصاص. يعني كنشوف بلي هذا العام غيكون احسن من الاعوام اللي دازوا. علاش؟ حيت الفريق حاول يحافظ على لاعبين اللي هما في المستوى وعزز مراكز الخصاص. وبالنسبه لي كقائد فريق الجيش الملكي كنشوف ان الفريق قادر هذا العام انه ينافس على جميع الالقاب الممكنه، بخصوص البطوله الوطنيه وكاس العرش. يعني كنشوف ان كاين فريق باش نقدروا ننافسوا على الالقاب ان شاء الله.
نلت سابقا شرف تسلم كأس العرش ورفع درع البطولة كقائد للفريق بعد سنوات عجاف عاشها النادي. عند دخولك هذا المركز في المعمورة لأول مرة، هل كنت تؤمن بقدرتك على المساهمة كلاعب في إنجازات فريقك المفضل الذي ساندته كمشجع من المدرجات، والآن تتحمل مسؤولية قيادته نحو الألقاب؟ صراحة كان آمن بهذا الشيء. يعني أنا إنسان طموح، واخا كانوا طراو بزاف ديال العراقيل قبل ما نلتحق بفريق الجيش الملكي اليوم بزاف بدون ذكر يعني داكشي اللي داز. فاش حطيت رجلي هنا في هذا السونتر هذا يعني مشكورين يعني كاع الناس، حيت هما بزاف كاينين الناس اللي قدموا لي الدعم وشافوني من النهار الاول، وتا هما امنوا بيا وامنوا باللي غنكون كابيتان هنا في الفرقه. يعني كنت كنامن انني غندي الالقاب مع الفريق، وكنا كنقولها اونصومبل كنعقل. الحمد لله يعني بالخدمه وبالعمل وبالاصرار وبالخدمه مع الدراري صحابنا، يعني حيت بزاف اللي دازوا في الفريق دازوا بزاف ديال اللاعبين اللي تا هما ساهموا في هذه الانجازات. الحمد لله قدرت انني نحقق حلم من الاحلام ديالي، حيت ما نكذبش عليك يعني باقي عندي بزاف ديال الاحلام اللي باغي نحققهم مع الفريق ان شاء الله الرحمن الرحيم. مضى موسمان دون ان يفوز الفريق بالالقاب رغم انه كان ينافس بقوه في جميع المنافسات والى اخر رمق. ما هي ابرز الصعوبات التي شكلت مانعا ان صح التعبير امام التتويج خلال هذه الفتره؟ هل الامر يتعلق مثلا بعدم الاستقرار الفني وكثره تغيير المدربين؟ فريق الجيش الملكي فريق كبير، يعني خاصك تادابطا مع اي اونترينور جا. علاش؟ حيت كاينه لا كاليتي ديال اللاعبين كاينه. بالنسبه لينا كانوا دي بتي ديتاي اللي قدروا يمنعونا اننا ما نتوجوش في هاد جوج ديال السنوات اللي فاتوا، ولا العام اللي فات العام اللي قبل منه كنبقاو كننافسوا حتى الاخر. علاش ما ديناش بطوله؟ علاش ما ديناش لاكوب؟ يقدر يكون الحظ ما ساعدناش، تقدر تكون واحد لا كونسونطراسيون ما كانتش في دي مومون اللي حنا كنا محتاجين ليها اكثر. كاينين بزاف ديال العوامل، ولكن بالنسبه لنا حنا هذه اكسبيريونس اللي ما خاصهاش تعاود. يعني خاص الاستفاده من هذه الاكسبيريونس اللي دازت، يعني ما خاصناش نعاودوا نفس الغلط. خاص داكشي اللي طرا العام اللي فات واللي قبل منه ما خاصوش يطرا لنا هذا العام والاعوام الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. إذا سألتك عن مسابقتك المفضلة أكاد أجزم بأن الإجابة ستكون دوري أبطال إفريقيا. هل الجيش الملكي اكتسب الخبرة واستخلص الدروس اللازمة من تجربة الموسم الماضي من أجل العودة بقوة، ولم لا المنافسة على اللقب في هذا الموسم؟ بطبيعة الحال باش ما نكذبش عليك، دابا فريق الجيش الملكي اكتسب الخبرة اللازمة باش يقدر ينافس على دوري أبطال إفريقيا. علاش؟ ملي كتشوف لعبتي مع فريق بيراميدز وأنك كنتي قاب قوسين او ادنى انك تدوز، وهما اللي وصلوا لافينال وداوها، يعني كتقول باللي كان بامكان انني انا نكون في ديك لافينال. فهمتي؟ يعني دابا حنا بالنسبه لينا ما عندناش عذر اننا ننافسوا، يعني الا ما نافستيش يعني المشكل راه فينا حنا كلاعبين، يعني باش نتحملوا المسؤوليه اللازمه واننا حنا هنايا باش ننافسوا الاخر رمق. يعني او موان كي خاصنا نمشيو اكثر من الكارد فينال يعني اللي كنا مشينا فيها العام اللي فات. وكنظن اننا عندنا فريق، الاداره دارت انتدابات، لو ستاف كيخدم، اللاعبين خدامين بالدعم ديال الجمهور ديالنا، وعاوتاني بالرجوع للمعقل ديالنا هنا في الرباط. يعني كنظن اننا غنديروا عام ان شاء الله يكون اكسبسيونيل ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب دعنا نعود إلى الشان. هل لك أن تفصح لنا عن مضمون الحديث الذي دار بينك وبين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع مباشرة بعد التتويج؟ مضمون الحديث هو ان سي فوزي لقجع كما كيعرف الجميع انه غيور على الرايه الوطنيه وكيبغي ديما يربح. الحديث اللي دار هو انه هنئني على لو روندمون ديالي، وهنئني ككابيتان وكفريق. يعني احنا اننا شرفنا الرايه وفرحنا سيدنا وفرحنا الشعب المغربي اللي كيتسنانا، وكان واحد الحديث اللي هو بالنسبه لي زوين. يعني قال لي يعني ما عليك الا بالخدمه وبالعمل باش ان شاء الله تلتحق بالوبجيكتيف ديالك اللي هو ليكيب ناسيونال ان شاء الله. أعتقد بأن الكل يتفق مع الرئيس فوزي لقجع، والكل يجمع على أنك تطرق أبواب المنتخب منذ مدة من محللين ومن متابعين. هل تؤمن بإمكانية تحقيق هذا الحلم؟ وكيف ترى أنت شخصيا مطالبة الجماهير بمختلف أطيافها بالمناداة عليك إلى المنتخب؟ شخصيا أنا إنسان طموح قلت لك، يعني لوبجيكتيف ديال أي مغربي أي لاعب مغربي لوبجيكتيف ديالو بيرسونيل بلا ما تحتاج تسولو غيقول لك أنني نلتحق بليكيب ناسيونال وبالنسبه لي هذا الاعتراف ديالك من صحفيين كبار ومن الجمهور المغربي من جميع من طنجه للقويره، يعني بالنسبه لي هذا فخر
واعتزاز وكنشكرهم بزاف. وبالنسبه لي انا كلاعب وكشخص ما عليا الا بالعمل ثم العمل ثم العمل باش ان شاء الله الا كتب نلتحق بفريق بليكيب ناسيونال علاش لا، اللي هو حلم ديالي منذ الطفوله. أعلم جيدا والجميع يعلم أن هنالك خلافا نشب بينك وبين الناخب المغربي لما كان مدربا للوداد، وحدث هذا بعد إحدى المباريات التي جمعت الجيش بالوداد سابقا. البعض يعتقد أن هذا الخلاف هو المانع ربما وراء عدم المناداة عليك. سؤال مباشر، هل أنت مستعد لتضع كل شيء خلفك إذا تم استدعاؤك من طرف وليد الركراكي؟ بالنسبه لي باش ما نكذبش عليك الخلاف كان، ماشي ما كانش، كان الخلاف، كانت ملاسنات. يعني بالنسبه لي انا طويتها شحال هذه كانت كيما فاش كنعقل كان الماتش ديال ما كنتش انا كاع لاعب، كان الماتش ديال الجيش الملكي ضد فريق الوداد، وكانت واحد الملاسنات بين وليد الركراكي وزفين فاندربروك ديك الساعات، وجيت انا دخلت باش نفك بيناتهم كعميد فريق، ما كنتش لاعب، كنت في التريبون، وكانت واحد الملاسنات بالنسبه لي انا عاديه في عالم كره القدم. يعني ماشي انا اول لاعب ولا اخر لاعب اللي كيكون مدرب مع لاعب اللي كتكون واحد الملاسنات بيناتهم، وفي عالم كره القدم هذا الشيء عادي بالنسبه لي، عادي وانا طويته. وبالنسبه لي انا في اي وقيته الناخب الوطني غيعيط ليا غنلبي نداء الوطن وغادي نجي وانا فرحان. يعني بالنسبه لي الوطن فوق كل اعتبار بالنسبه لي انا، وما كنظنش ان غيكون هذا هو سبب المشكل. يعني ما كنظنش انه يكون مشكل، انا مخليها في اختيارات. وبالنسبه لي انا راني خدام وراهن اشاره الناخب الوطني في اي وقت مرحبا يعيط ليا بصدر رحب. انا اول واحد غنكون فرحان وغنجي نلبي نداء الوطن وغنكون حققت حلم من الاحلام ديالي ومن احلام العائله ديالي. سيتذكر التاريخ دوما الأساطير الذين تعاقبوا على نادي الجيش الملكي، لائحة طويلة بأسماء عظيمة سينضاف إليها حتما اسم محمد ربيع حريمات. هل أنت راض عن ما قدمته إلى حدود اللحظة لهذا النادي الذي أعطاك الكثير، وأعتقد القصة لازالت مستمرة على الأقل لموسمين إضافيين؟ ما نخفيش عليك انني انا فرحان بهذا الشيء اللي قدمت مع الفريق، ولكن بالنسبه لي هذا الشيء بالنسبه لي انا انسوفيزون. علاش؟ حيت مازال كنطمح بزاف د الحوايج مع الفريق. الفريق اللي دار لي السميه، فريق اللي عطاني بزاف د الحوايج، اللي عطاني لا انا لا العائله ديالي بزاف د الحوايج. فريق اللي الفضل ديالو كبير، لا هو لا الجماهير، لا من الدعم لا من التحفيز، لا في لي مومون ديفيسيل، لا هو لا صراحه لا الاداره، لا جميع المدربين، لا الاطر مشكورين اللي خدمت معاهم. بالنسبه لي انا مازال كنطمح وكنطمع باش ناخذ مزيد من الالقاب لهذا الفريق اللي صراحه يستحق اكثر من هذا الشيء اللي حققنا له. محمد ربيع حريمات، شكرا لك على قبول دعوه قنوات بي ان سبورتس. شكرا لك خويا مهدي، وشكرا للزملاء ديالك، وشكرا لجميع متتبعي قناه بي ان سبور. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى فرصه قادمه ان شاء الله. ورقة تعريفية على محمد ربيع حريمات. تاريخ ازدياد 1994 شهر أغسطس 7. مكان ازدياد بالرباط. طول حوالي 1.86 متر. ترعرع في أكاديمية فتح الرباط، حيث تدرج في الفئات الصغرى. أمضى فترة إعارة إلى اتحاد السلاوي وغيرها من الأندية قبل أن ينتقل إلى القنيطرة عام 2019. في نوفمبر 2020 انضم إلى الجيش الملكي، وهو النادي الذي يلعب له حاليا. يلعب في وسط الميدان، تحديدا في مركز الوسط الدفاعي، مع القدرة على الأداء في مراكز وسط أخرى. يلقب بالمايسترو داخل الفريق بسبب أسلوبه في اللعب الهادئ، التحكم في إيقاع المباراة وقراءة الخصم. ساهم مع الجيش الملكي في الفوز بكأس العرش سنة 2022. فاز بلقب الدوري المغربي الاحترافي موسم 2022-2023 مع الجيش الملكي. تم اختياره أفضل لاعب في الدوري المغربي الموسم 2023-2024. على المستوى الدولي المحلي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2024 بعد مساهمته الكبيرة مع المنتخب المحلي.